اخواتي بقى، قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ما تنسوش كده تصلوا على النبي. النهارده طلب مني اوردر 2 نسكافيه وواحد قهوه مظبوط وواحد قهوه زياده. تمام قوي. اول حاجه هنجيب الكنكتين بتاعتنا دول وهنلقم فيهم البن بتاعنا والسكر. انا هعمل النهارده القهوه على البخار علشان الرماله بعافيه شويه. تمام قوي. هنجيب في الكنكه الاولانيه هنحط فيها 3 معالق من البن، من المعلقه الصغيره بتاعه البن دي اللي انتوا شايفينها. والكنكه التانيه هنحط فيها برضو 3 معالق من البن. بعد كده الكنكه الاولانيه هنحط فيها معلقه سكر بس، والكنكه التانيه هنحط فيها 3 معالق سكر بس ما يكونوش مليانين. تمام قوي. بعد كده هناخدهم بقى ناحيه الميه كده، وهنحط شويه ميه صغيرين، والكنكه التانيه شويه ميه صغيرين، يعني في معيار، احنا بنحط الميه في معيار الكنكه دي. تمام قوي. بعد كده هنجيب الكراف بتاعنا وهننزل بقى في معيار 2 كوباية من اللبن. تمام. بعد كده بقى هنحط النسكافيه بتاعنا في اللبن، يعني هنحط 2 معلقتين نسكافيه من المعلقه الصغيره. تمام اهو كده. بعد كده هناخده بقى عند البخار، عند المكنه، وهنسخن على البخار. احنا كده بنسيبه يسخن. طبعا البخار غير البوتاجاز في البيت، يعني انا هنا بستخدم البخار علشان الوش يطلع مظبوط قوي. وزي ما انا علمتكم قبل كده ان احنا ممكن نعمل الوش ده بطريقه سهله جدا وبسيطه، اللي احنا ندفي اللبن ونضربه في الخلاط، هيعمل لنا وش كتير قوي ورغاوي زي بتاعه الكافيهات، ويمكن احلى كمان. هو طالما كده الوش بتاعنا بيطلع كده بيفوم معانا، يعني اللبن كده في مرحلة الغليان. تمام او كده. نمسح بقى كده ورانا ونسخن القهوة المظبوط. طبعا القهوة احنا بنعملها في البيت، وطبعا الناس كلها عارفة الطريقة بتاعة الكافيهات ويمكن احلى كمان، بس انا هنا بعمل قهوة على البخار علشان الرمالة عندي بايظة شوية. انا سخنت القهوة المظبوط، دلوقتي انا بسخن القهوة الزيادة. تمام اوي كده. ادب كده بقى عليهم دبتين علشان لو في اي رغاوي تركز، علشان لما اجي احط في الكوبايه ما يطلعش فيها رغاوي. تمام او كده. بعد كده هنجيب 4 كوبايات وهننزل باول قهوه ديت، القهوه المظبوط. تمام. بعد كده هننزل بالقهوه الزياده، زي ما انتوا شايفين الوش اهو، حاجه كده عظمه قوي يعني. بعد كده هنجيب النسكافيه بتاعنا بقى اللي احنا سخناه، وهنقوم نازلين كده بشويه في الكوبايه دي وشويه في الكوبايه دي، نقسمهم ونقلب كده، ونقلب الكنكه بتاعتنا علشان الوش يتخالط مع اللبن وما يبقاش كله لبن، لا ينزل يعني لبن بوش. وده اهم حاجه، يعني ده اللي بيحل النسكافيه بصراحه. الوش بتاعه زي ما انتوا شايفين اهو، حاجه كده عظمه زبده يعني. تمام او كده. طبعا 2 نسكافيه، عملت احلى 2 نسكافيه ب2 وش، ونجرنش كده من فوق الوش كده بشويه نسكافيه خفاف قوي. يعني لما تيجوا تعملوه في البيت تعملوه بنفس الطريقه دي علشان يطلع بنفس الجوده دي. تمام او كده.
عملت لكم النهارده بقى 2 نسكافيه وقهوه مظبوط وقهوه زياده. لما تيجوا بقى تعملوا كده في البيت، اعملوا حاجه بنفس الطريقه اللي بقول لكم عليها، والله ما هتندموا ابدا ابدا. وزي ما عرفتكم الوش بتاعنا بتاع النسكافيه ممكن نعمله في الخلاط، نضربه في الخلاط، بس اللبن بتاع النسكافيه او اي لبن يكون دافي علشان نقدر نستخدم الوش بتاعنا للنسكافيه او الكابتشينو او اي حركات ممكن نعملها في البيت. ما تنسوش بقى كده تعملوا لايك وشير. بس خلاص.